نشرت صحيفة مقربة من البوليزاريو صورة لما وصفته بكونها نموذج لطائرة درون التي حصلت عليها من طرف إيران، معتبرة أنها ستساهم في تعزيز الترسانة العسكرية للجبهة المدعومة من الجزائر. وفي تقرير لها زعمت الصحيفة أن إدخال هذه الطائرات إلى الخدمة سيغير من قواعد الحرب مع المغرب، وأن هناك احتمال كبير أن يزداد التوتر العسكري في الأشهر المقبلة ويصل إلى حالة حرب شاملة، خاصة إذا ما قررت جبهة البوليزاريو إدخال طائرات مسيرة انتحارية في حربها المعلنة من جانب واحد على المغرب. وزعمت الصحيفة أن جبهة البوليزاريو تحظى بدعم الجزائر وعدة دول أخرى في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بينما تحظى الرباط بدعم كامل وغير مشروط من فرنسا ودول الخليج وإسرائيل. وتطرقت الصحيفة إلى التصريحات الأخيرة لعمر هلال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بالأمم المتحدة، الذي قدم في مؤتمر صحفي مؤخرا معطيات جديدة حول تورط إيران في تسليح البوليزاريو بأسلحة متطورة من بينها طائرة الدرون. عمر هلال وخلال ندوة صحفية التي عقدها بعد اعتماد مجلس الأمن لقرار جديد حول الصحراء المغربية، عرض صورا لطائرة درون إيرانية أكد أن طهران سلمتها لجبهة البوليزاريو، مشيرا إلى أن سعرها يتراوح ما بين 20 و 22 ألف دولار، وأن شراء طائرة واحدة كفيل بإطعام 300 شخص في السنة وتطبيب 500 شخص في السنة وتعليم 120 طفلا. وحذر الدبلوماسي المغربي من أنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا قامت جبهة البوليزاريو باستخدام هذه الطائرات الدرون لتهديد أمن وسلامة المغرب، مهددا بأن المملكة ستتصرف بقوة إذا ما قامت الجبهة المدعومة من الجزائر ودول مناوئة للوحدة الترابية للمملكة بذلك. وأشار السفير عمر هلال في هذا الشأن إلى أن المغرب سوف يجتاح المنطقة العازلة بالكامل في حال إذا ما تم تسجيل استخدام الطائرات المسيرة لمرة واحدة فقط.